زي ما انتوا شايفين يا شباب، شايفين ازاي العيش رفع معانا وبقى حلو. زي ما انتوا شايفين يا شباب، تعالوا بقى نقول لكم على الخطوات خطوة بخطوة. تعالوا شوفوا معانا، بس قبل ما نشوف الخطوات اعمل لايك واشتراك واحلى كومنت. يلا بينا نبدأ الفيديو. 1 2 3. اول حاجة ده طبعا الشكل وكل حاجة تمام. معانا كوبايتين ردة، و2 كيلو دقيق، ومعلقتين خميرة، ومعلقة سكر، ومعلقة ملح. تمام. نديهم بس تقليبة من غير مية ولا اي حاجة، نديهم بس تقليبة، نمسك كده كل حاجة، نعمل ميكس. قلب قلب قلب، خلي كله كده في بعضه. تمام. نبدأ ننزل بالمية خفيف في خفيف، حبة مية، ونقلب المية تدخل في العجين والعجين يتكون، نحط مية تاني زي ما انت شايف كده. هنبدأ نقلب اكتر لغاية ما العجين يتحسن معانا ويبقى افضل. بس يا شباب هنفضل نقلب لغاية ما المية والدقيق يعملوا العجينة وتظبط، هنعجن بقى. دلوقتي يا شباب سيبناها تتخمر، زي سيبناها بقى نص ساعة ساعة، انت وعايز تخليها اكتر اقل براحتك. تمام. دلوقتي حطينا عليها دقيق من فوق زي ما انتم شايفين يا شباب، عشان بس ما تنشفش. تمام. هنبدأ دلوقتي نكورها ونفردها ونظبطها. هتعمل عيش رهيب رهيب. زي ما انتم شايفين عملنا حوالي اكتر من 20 رغيف. دي حاجة احسن بالنسبة لي. تمام. ان كل حاجة معمولة في البيت، انت متأكد من صحة الاكل. تمام. طبعا بقى الدقيق وكل حاجة. تمام. هتبدأ بقى تكور وتفرد، بس زي ما انتم شايفين بقى يا شباب. تمام. هنبدأ بقى، يعني شايف دي اكتر من كورة، اكتر من مثلا 20 كورة. تمام. غير المفرودين. تمام يا شباب، ظبطناها. هنبدأ بقى نفرد. اهم حاجة تحط دقيق على الفطير وانت بتفرد. هتقولي ليه يا مصطفى؟ علشان العجينة ما تلزقش، تخليها كده سريعة، رايحة جاية رايحة جاية. التركاية اللي هتخلي العيش ينفش معاك. ازاي بقى؟ ازاي؟ انا دايما في ناس دايما بيعملوها وتفشل، ما بتترفعش. اول ما تبدا ترفع، يعني انت هتحطها الوش، اول ما الوش ده يبدا يرفع تقلبه على الوش التاني، هتلاقيه ضخم معاك. يعني هتشوفه دلوقتي، يعني مثلا احنا حطيناه على الوش ده ورفع، نقلبه على الوش التاني وهيرفع اكتر. ودي اللي عملناه الصراحه. تمام. نبدا بس بصوا ازاي رفع، بصوا ازاي هيبدا يرفع اكتر. نقلبه على الوش التاني. تمام. نقلبه على الوش التاني. طعمه جامد قوي، وخصوصا لما تاكله كده مع فطار يوم الجمعة كده، بيكون طعمه هايل. وانا جربته وبقول لكم طعمه جامد. تمام. ابدأ بقى في كل رغيف 1 2 3 4 5 6. اعمل الكمية اللي انت عايزها. عايز تعمل اكتر من رغيف عادي. شايفين ازاي هيرفع دلوقتي؟ هيبدأ يرفع حتة في حتة كده، وبعدين نقلبه على الوش التاني. تمام. دلوقتي ده نموذج رائع جدا. ده نفش ازاي جامد قوي لفوق وحلو، جامد قوي الصراحة. تمام. ده بقى نموذج تاني. ده يعني هو ولا هو عيش شامي ولا هو عيش سياحي، ولا ده ولا ده. يعني ازاي زي ما انتم شايفين يا شباب، ده العيش بعد ما طلع حلو قوي، ما بياخدش وقت، 5 دقايق يبقى موجود. حاجة حلوة قوي. بس ما تنسوش اللايك واشتراك وعلى كومنت باي. استنونا في حلقات جديدة.